السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. هو أنت ليه مش مبسوط في حياتك؟ لأ باكلمكم بجد والله. هل أنت فكرت السبب ليه؟ الفيديو ده يا جماعة بُصّوا هاقول لكم على حاجة، عشان الناس تقعد تقول لي المفروض تمنتج الفيديو، كلامك حلو بس أنت محتاج تقصقص. أنا يا جماعة بُصّوا أنا مش باحب الحاجة تبقى professional أوي. يعني إيه؟ يعني أنا على فكرة باعرف أشتغل على Adobe Premiere وAfter Effects بقى وأعمل مونتاج بقى رهيب وأحط لك صور وتِك وشِك وبِك والحاجات دي كلّها، ولكن يعني أنا باحب اللي هي أول حاجة الlow quality. يعني لو أنتم ملاحظين أنتم عارفين إن أنا باقلل جودة الفيديو عمدًا، والله العظيم مقلله من برنامج OBS اللي عندي عمدًا. ليه؟ ومقلل جودة الفيديو، مش حابب اللي هو أصوّر بقى مع إن أنا معايا iPad كاميرته حلوة جدًا، جدًا، ممكن أصوّر بيه. تمام، حاطط إضاءة خفيفة كده ورايا بتاع فاهمين؟ فمقلل جودة الفيديو، مخلّي الفيديو تلقائي عفوي. فأنا شايف إن أنا باتميّز بالحتّة دي. طب هو إيه التميُّز في كده؟ لأني أنا لو مكانك هاحس إن يعني إن أنا familiar معاك. يعني كإنّي قاعد مع أخويا الصغير. فاهم الفكرة؟ كإنّي قاعد مع أخويا الصغير أو كإنّي قاعد مع صاحبي، قاعدين ندردش أنا وهو. هل لمّا أنت تقعد مع صاحبك مثلًا على القهوة والّا تقعد معاه في النادي والّا حاجة، هل أنت محتاج تلبس له مثلًا لبس شيك؟ وهل أنت محتاج تحط له إضاءة مش عارف perfect وراه؟ وهل أنت محتاج تقعد تعمل cut لكلامك؟ لأ، في شيء من العفوية في الكلام. تمام يا جماعة. فمعلش يعني إيه، عدّوها لي. تمام، لو أنا أعرف أعمل مونتاج عادي وأعرف أعمل intro بقى احترافي وكل حاجة وأضبّط لك الجودة بتاعة بس أنا حابب إن الفيديوهات بتاعتي تطلع بالstyle ده. باحس إني مرتاح نفسيًا بالشكل ده، فاهمين قصدي؟ فالمهم، نرجع لعنوان الفيديو. هو أنت ليه مش مبسوط في حياتك؟ يعني أنا باكلمك بجد والله. تمام؟ والكلام ده موجه لكافة الناس. يعني لكافة يعني مش باخُص بالذكر ناس بدين معيّن. لأن لو هنتكلم من منظور ديني، فهو طبعًا إن الابتعاد عن ذكر الله سبحانه وتعالى، والابتعاد عن الصلاة، وابتعاد عن قراءة القرآن والحاجات دي كلّها، ربنا يعني سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى هو بنفسه قال في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: "ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشةً ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى". هو ربنا سبحانه وتعالى قال كده في القرآن، اللي هو من يعرض عن الذكر فإن له معيشةً ضنكا. تمام، فأنا مش جاي يعني أكلّم أو أكلّمك دلوقتي بجانب ديني أوي، أو ألبس عليك ثوب الفضيلة، مع إن دي مش حاجة وحشة. يعني أنا يعني مش باقول إن دي حاجة وحشة إن أنا أكلّمك من جانب ديني، ولكن دي مش حتّتي. يعني أنا مش من أهل الذكر اللي هم اللي دارسين عشان يقدروا يدّوك النصيحة في الدين أو يقدروا يتكلّموا بشكل ديني. ولكن بما إن كون دراستي في الطِب، فأنا هاكلّمك أكتر بمنظور علمي أو بجانب علمي. وده فعلًا اللي أنا أقدر أتكلّم فيه بقلب مليان يعني. تمام؟ ربنا سبحانه وتعالى لمّا خلق الإنسان البدائي أيام العصر الحجري، وأيام لمّا كان الإنسان يصحى كده في الكهف، تمام، بيدوّر على مصدر أكل. يعني كان كل تفكيره إنه يصحى كده الصبح عاوز يصطاد حاجة ياكلها، عاوز يلاقي حاجة كده يستمد منها الطاقة بتاعته طول اليوم. فربنا سبحانه وتعالى عشان الإنسان ده يsurvive، أو عشان الإنسان ما يستسلمش للظروف ويفضل قاعد في الكهف، خلاص أنا مش لاقي لقمة عيش، مش لاقي فريسة أصطادها. فراح ربنا سبحانه وتعالى عمل حاجة في الدماغ اسمها reward center، باللغة العربية مركز المكافأة. يعني إيه مركز المكافأة؟ مركز المكافأة ده عبارة عن مجموعة من الخلايا العصبية موجودين في حتة كده اسمها البيزال جانجليا، موجودين كده في الدماغ بتاعك، في حتة اسمها البيزال جانجليا، وحتة كده اسمها السبستانشيا نايجرا. الناس اللي في طب أو دارسين نيورو ساينس فاهمين قصدي. تمام، مش هنتطرق أوي عشان الفيديو يكون برضه بسيط للتفاصيل العلمية ديّة. ولكن في مجموعة من الخلايا العصبية، وظيفة المجموعة الخلايا العصبية دي إنها عاملة ترابط مع باقي مخّك. فالخلايا العصبية دي لمّا تشتغل تبدأ تطلّع مادة، المادة دي تحسّسك بشيء من الدافع. وركّز كلامي، مش سعادة، دافع. يعني إيه دافع؟ إنك عاوز تعمل الحاجة دي كمان. طب هو إيه المادة اللي بتطلع دي؟ مادة يعني مادة كيميائية اسمها مش عارف دي أمينو أوكزيليك فينوليك كربوليك أسيد. تمام، فتيجي تشتق كده الاسم بتاعها. تمام، هتلاقي إنها دي حرف الD هيدروكسي فينايل مش عارف ألانين أو حاجة زي كده. تمام، أو دي هيدروكسي فينايل أمين هتختصر بدوبا. تمام، دوبا اللي هو بيطلع منه بعد كده الدوبامين. الدوبامين اللي إحنا كلمة دوبامين ده اختصار كيميائي.
هو مش عارف دي هيدروكسي فينايل مش عارف إيه كده تمام، مش متذكر أوي والّا 3 و4 دي هيدروكسي، خدناه في biochemistry سنة أولى ونسيته يعني تمام، عدّى عليه 5 سنين الحاجات دي مش متذكر. فالمهم طبعًا الدي هيدروكسي فينايل ألانين ده جاي من الحاجة اسمها التيروزين تقريبًا، اللي هو جاي من حلقة ال الحلقة بتاعة الكاتيكول كده اللي هي جاية من أحماض أمينية بتيجي من الأكل يعني. فالمهم الدوبامين أو الدوبامين زي ما بيقولوا الأجانب، بيطلع من مجموعة الخلايا العصبية الموجودة في المخ، اللي بيسموها في الآخر reward center أو مركز المكافأة. طب هو ليه ربنا عمل أصلًا المركز ده؟ هو إيه الهدف منه أو إيه الفايدة منه؟ الفايدة منه إن أنت لمّا تقوم كده تفتح عينيك، فمركز المكافأة وأنت نايم أثناء النوم كان بيتم شحنه أو تعبئته لأقصى حد. يعني تخيل معايا كده إن مركز المكافأة ده مثلًا كإنه مختبر أو كإنه يعني عارفين يا جماعة اللي هي القارورة ديّة اللي هي بتاعة المختبرات ديّة اللي هي اللي بتحط فيها العينة دي تمام، اعتبرها كإنها إزازة أهي، إزازة perfume والّا إزازة أي حاجة تمام. فوأنت نايم كمية الدوبامين دي بتفضل تُشحن، 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 تُشحن لحد ما توصل لقمتها خلاص. أنت كده وأنت نايم شحنت كمية دوبامين أو جسمك بدأ يكوّن كمية دوبامين كبيرة في مخّك. فأول كده ما تصحى، أنت صحيت كده تمام، فتّحت عينيك، أصبحنا وأصبح الملك لله. فأول حاجة كده بتحصل في دماغك إن الدوبامين بيبدأ يدفعك يpush you إنّك تروح تنجز حاجة أو تعمل حاجة، الحاجة دي أنت هتاخد عليها عائد أو مكافأة، فتحس وقتها بالسعادة. بمعنى إن الدوبامين بيدفعك بيpush you كده لقدّام، اللي هو يخلّيك أصلًا عاوز تقوم من على السرير. أنت عارف إن لولا وجود الدوبامين أصلًا كان زمانك فتّحت عينيك كده ما عندكش الطاقة أو ما عندكش أصلًا الشغف إنك تقوم من على السرير أصلًا. أنتم فاهمين قصدي، فاهمين الحكمة يعني من وراء الدوبامين، إن هو أصلًا الدافع كده زي كإنه البنزين. تمام، مش أقصد الطاقة، في فرق بين الطاقة وبين الدافع اللي إحنا بنسميه باللغة بتاعتنا الشغف. فاهمين قصدي؟ إيه الحاجة اللي بتخلّيك تقوم من على السرير أصلًا، تلبس، تغسل أسنانك، تقوم تصلّي الصبح والّا تقوم تروح الكلية، تقوم تروح الشغل بتاعك، تقوم تشتغل على الهدف بتاعك، هو مادة الدوبامين. يعني الدوبامين دي كانت هي اللي بتدفع الإنسان. في الأصل الدوبامين ده كان هو اللي بيدفع الإنسان البدائي إن هو يسعى عشان يلاقي الأكل والشرب بتاعه. فاهمين الفكرة؟ يعني لولا الدوبامين ده كان زماننا انقرضنا. ليه؟ ما كانش في حاجة هتدفع الإنسان إنه يقوم من أصلًا من الكهف بتاعه، يقوم من النوم بتاعه عشان يدوّر على فريسة ياخدها فياكل وهكذا يعني فاهمين؟ وبالتالي مع يعني تطوّر التكنولوجيا وتطوّر الحياة عمومًا يعني، وتطوّر وسائل الحياة، ما بقاش الدافع الأساسي بتاعنا إن إحنا نقوم نصطاد فريسة، ولكن الأمور تحوّرت. بقى الدافع بتاعنا إن إحنا نقوم مثلًا نذاكر، عشان لمّا نذاكر إحنا في المستقبل هنشتغل، وعشان لمّا نشتغل نجيب فلوس، فالفلوس دي تجيب لنا أكل. فاهمين؟ فالسُبُل يعني السُبُل اختلفت، ولكن الهدف في الأول والآخر واحد، هو إن أنت تاكل. أنتم فاهمين يا جماعة كل حاجة بتحركنا في الحياة هو عشان ناكل في الآخر. ما هو ده أصلًا يعني دايمًا يا جماعة أي حد بيدرس neuroscience دي نصيحة، أو بتدرس CNS أو حاجة زي كده، لو أنت مش فاهم أوي إيه الحاجة دي جات منين يعني أو إيه الفكرة وراها أو إيه أصلها، ارجع للحاجة دي كانت موجودة إزاي في الإنسان البدائي. تمام؟ يعني أنا كنت متذكر إن أنا كنت باشرح neuroscience في سنة تالتة اللي هو علم المخ والأعصاب يعني، فكنت باشرح حاجة اسمها الcerebellum المخيخ. فكنت باتكلم إن الcerebellum ده مكوّن من حاجة اسمها paleo-cerebellum وneo-cerebellum وarchi-cerebellum. اللي هو اكتشفته وأنا بابحث إن أصلًا الcerebellum اللي هو المخيخ ده، اللي هو مش عارف يقول لك الarchi-cerebellum ده لأنه كان موجود من عصور الأركي اللي هي يعني حاجة قديمة. طب يقول لك اللي هو الpaleo-cerebellum ده كان بيساعد مش عارف الإنسان تقريبًا على الاتزان. يعني ده مش موجود غير في السمك. يعني عارفين السمك يا جماعة كل الcerebellum وظيفته إن هو تتزن ما تُقعش في المَيّة وهي بتعمل كده. تمام، ولكن الإنسان متميز إن في حاجة اسمها الneo cerebellum وده الحديث، أو ده اللي يتميز بيه الإنسان عن مخلوقات كتير يعني، اللي هو الneo cerebellum الneo حديث، المخيخ الحديث. فدايمًا ترجع كده في أصل أي حاجة في المخ والأعصاب للإنسان البدائي هتفهم أصلها كويس. فالمهم نرجع للموضوع اللي كنا بنتكلم عليه. فالدوبامين في الأصل كان بيُفرز في الدماغ عشان يpush الإنسان إنه يقوم فيدوّر على حاجة يجيب منها أكل. ولكن زي ما قُلت لحضراتكم وجود ال أو اختلاف ظروف الحياة خلّى إن الدوبامين بيُفرز لأهداف مختلفة شوية، ولكن الدافع واحد في النهاية. فاهمين الفكرة؟
يعني المفروض الدوبامين في الطبيعي يُفرَز عشان تقوم تذاكر، لإن أنت عارف إن المذاكرة بعد سَنة، بعد سنتين هتوفّر لك وظيفة معيّنة، هتوفّر لك حياة كريمة، هتوفّر لك شُغل، هتوفّر لك في الآخر فلوس إنّك تاكل. الدافع واحد بس اختلفت السُبُل، صح كده؟ نفس الفكرة الدوبامين كان بيpush you مثلًا إن أنت تقوم مثلًا تحاول تطوّر مهارة معيّنة، لإن أنت عارف مثلًا إن المهارة المعيّنة، الرسم، الشطرنج، مش عارف إيه، الحاجات ديّة في الأول والآخر لمّا تطوّرها، فأنت ممكن مثلًا تتشهر والشهرة تجيب لك فلوس، فأنت تروح تاكل. أنتم فاهمين المُخ بيمشي إزاي؟ فدي وظيفة الدوبامين، إن هو عاوز ياكل، إن هو عاوز يدفع الإنسان إنه ياكل. أنت من الآخر يعني، تمام؟ طيب، حاليًا بقى أنت خلاص شخص متوفّر لك أكل مثلًا، يعني أنت مثلًا مش بتعول هَم الأكل، فوقتها الدوبامين هيُفرَز ليه؟ يعني أنت اسأل نَفْسك، أنا خلاص ما هو الأكل أهو مثلًا والدي الله يبارك له فيه يعني الله يبارك فيه مثلًا بيأكّلني، هو أنا ليه هابدأ أستخدم الدوبامين في حاجة؟ فكّر في كده، صح كده؟ فمُخّك بقى يبدأ يدوّر على سُبُل أخرى إنّك تاخُد منها الدوبامين، ما هو أنت خلاص ما هو ما كان مش هَمّك دلوقتي إن الدوبامين يُفرَز في حاجة هي بالفعل متوفّرة لك، مع إن التوفُّر ده توفُّر مؤقت، يعني ما حدّش مثلًا أهله هيعيشوا معاه طول العمر والّا هو هيفضل عايش مع أهله لحد ما يموت والّا فاهمين الفكرة؟ هو توفُّر مؤقت، بس أنت بتضحك على نَفْسك أو بتغفل عن النقطة دي شوية. فلمّا تيجي تسأل نفسك طيب هو الدوبامين دلوقتي خلاص أنا يا عم أنا كل يوم بينزل لي $1000 في الحساب بتاعي من لا شيء، هل الدوبامين خلاص كده ما بقاش ليه لازمة في حياتي؟ هاقول لك لأ، السوشيال ميديا حاليًا والتكنولوجيا عمومًا قائمة في الأصل على إنها بتاخد جرعة من الدوبامين من مخّك، يعني إيه؟ الجيمز، الألعاب، الجيمز Peace، Tekken، آآ GTA، تمام، Assassin's Creed كنت أنا باحب الجيمز على فكرة يعني، تمام، مش عارف FIFA أي ألعاب تمام، الألعاب دي كلّها إيه فكرتها؟ إنّك بتسعى فتعمل مهمة معيّنة أو تكسب حاجة معيّنة، فالله فرحت، الفرحة دي قلّلت شوية من الدوبامين اللي في مخّك، بدل ما كان كده خَد كده، فأنت حسّيت بفرحة بس استهلكت شوية دوبامين، ماشي، كويس، إيه المشكلة؟ ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة طالما أنت ما أدمنتش الموضوع، ركّز معايا وكمّل الفيديو للآخر عشان تفهم قصدي. طيب مثلًا تعالَ نشوف مثلًا التيك توك، التيك توك مثلًا أنت قاعد كده بتتفرّج على التيك توك، شُفت فيديو، الفيديو ده خَد شوية من الدوبامين، شوية صغيّرين خالص، بس الشوية الصغيّرين دول مش كافيين، أنت ما حسّيتش بمتعة أوي، لإنّهم شوية صغيّرين أوي، ليه؟ ده فيديو، فيديو 20 ثانية، 30 ثانية، دقيقة، 10 دقايق بالكتير، صح كده؟ فالفيديو ده استهلك أو خَد كمية دوبامين قليّلة من مخّك، فأنت أُفرزت شوية دوبامين، يعني أهو بُص كده، شوية دوبامين خرجوا حسّسوك بسعادة ونقصت شوية دوبامين من هنا، فاهمين الفكرة؟ طيب وبعدين أنت عاوز دوبامين تاني، أصل الشوية الصغيّرين اللي طلعوا دول ما حسّسكش بطعم الدوبامين، ما حسّيتش كده بسعادة واو، فأنت تفضل تسكرول، فيديو تاني، شوية دوبامين طلعوا، حسّسوك بحتّة سعادة بس صغيّرة، أنت عاوز تاني، فيديو تالت وهكذا، فتفضل تسكرول، 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 نُص ساعة، ساعة، 2، 3، وفي الآخر تروح تقفل التيك توك، تقفل مثلًا الreels بتاعة إنستجرام، تقفل الreels بتاعة يوتيوب، وبعد ما تقفل، هو إيه القرف ده؟ أنا ما عنديش طاقة أذاكر. ما عنديش شغف أذاكر، ما عنديش شغف أقوم أشتغل على هدفي، ما عنديش طاقة أقوم أعمل كذا، ما عندي فتروح مثلًا تنام، أو تروح مثلًا تدوّر على حاجة تاكلها، ليه؟ لأن الأكل، السكر، طعم السكر من ضمن الحاجات اللي بتستهلك دوبامين، فأنت ما عندكش أصلًا طاقة إنك تعمل الحاجة دي، ليه؟ لأن شوية الدوبامين اللي كانوا قد كده اللي هم كانوا ماليين الإزازة اللي أنت استيقظت كده فتحت عينيك لقيت إن أنت معاك الدوبامين ده كله، بدأت تستهلك منهم شوية، تستهلك منهم شوية، تستهلك منهم شوية، لحد ما الشوية دول قلّوا، 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 وبقوا شوية صغيّرين. الشوية الصغيّرين دول يعني م م مش محسّسين نَفْسك إن أنت عاوز تقوم تعمل حاجة، مش كافيين إن هم يدّوك الطاقة إنّك تقوم تشتغل على الحاجة الأساسية اللي أنت أصلًا كنت مفتّح عينيك عشان تشتغل عليها. ده معناه إن إحساس الدفع إنّك عاوز تقوم تعمل حاجة بيُستهلك بشكل خبيث عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق التيك توك، تمام؟ تيجي تاني يوم تعيد نَفْس الفكرة. تمسك التيك توك دِب، 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 في الآخر تلاقي إنّك ما ذاكرتش مثلًا غير نُص ساعة والّا ساعة والّا ما ذاكرتش أصلًا خالص طول اليوم. طَب ليه؟ لإن أنت الدوبامين ما خلاص ما أنا باحس بإحساس الدوبامين، الreward center مركز المكافأة بيطلّع الدوبامين في حاجة غير الحاجة اللي المفروض أصلًا ربنا خلقني عشانها.
فاهمين الموضوع بدأ يتشكل إزاي؟ طب وإيه المشكلة؟ المشكلة في حاجة دلوقتي، إحنا اتفقنا إن معاك أدي إزازة مثلًا بتتملي بالدوبامين كل ما تصحى الصبح، المشكلة إن مع الوقت لو أنت فرضًا أنا بخّيت مثلًا إيه، شوية دوبامين أهم، تمام؟ في مُخّي طبعًا، فمُخّي حَس بإحساس سعادة من شوية الدوبامين اللي طلعوا دول، طب فرضًا مسكت كده الإزازة تمام، رُحت دلقتها، فمُخّي حَس بإحساس سعادة فائق، إحساس سعادة غامر، الله! إيه الدوبامين ده كُلّه؟ دوبامين كتير جدًا، ليه؟ لأن أنت مسكت الإزازة كده حرفيًا ودلقتها على مُخّك، عملت حاجة اسمها دوبامين deluge أو دوبامين flood اللي هو باللغة العربية فيضان الدوبامين. فيضان الدوبامين اللي أنت عملته ده، عمل إيه؟ حسّسك بسعادة كبيرة جدًا في وقت قصير أوي، لأن أنت فتحت الإزازة كده ودلقت كل الدوبامين على مخّك. طب هل دي مشكلة؟ ما أنا حسّيت بسعادة كبيرة، آه مشكلة. ليه بقى؟ لأن المخ بتاع الإنسان وجميع خلايا الإنسان مش بتشتغل بالعبثية. يعني إيه؟ يعني مخ الإنسان في حاجة يا جماعة خدناها في الفارما اللي هو علم دراسة الأدوية، إن الخلايا بتاعة الإنسان بتتأثّر بالمستقبلات، يعني إيه؟ يعني مثلًا أنا لمّا باخد دوا معيّن، فرضًا ده الدوا مثلًا بيقلل مثلًا الضغط عندي، فالدوا ده بيشتغل كده إن هو بيقفل حاجة اسمها يعني من ضمن مجموعة أدوية اسمها بيتا بلوكر، يعني بيقفل مستقبل اسمه بيتا، بيتا ده موجود في القلب وفي الأوعية الدموية، فأنت لمّا تاخد الدوا اللي بيقفل بيتا فيهدّي القلب، يهدّي الأوعية الدموية. الخلايا بتاعتك فتبدأ تعمل عكس اللي أنت بتعمله، يعني إيه؟ فأنت عمّال تقفل لي المستقبلات، فتلاقي الخلايا عمّالة تكوّن مستقبلات أكتر، تعمل حاجة اسمها up regulation يعني تزوّد من تكوين المستقبلات، فمع الوقت الدوا اللي أنت كنت بتاخده لمدة شهر، شهرين، ما بقاش يعمل نفس التأثير زي ما أنت خدته أول مرّة، ليه؟ لأن الجينات بتاعة الخلايا ديّة بدأت تزداد في تكوين المستقبل اللي أنت بتقفله. يعني أنت بتقفل من هنا وجسمك لأ، ده هو عاوز يزوّد من المستقبل عشان أنت عمّال تقفله، والعكس، يعني لو أنت بتاخد دوا بيسرّع من نبضات القلب مثلًا، تمام، فالجسم يحاول يقلل من المستقبل عشان أنت عمّال تدّي دوا يشغّل المستقبل ده بزيادة، فالجسم يحاول يقلل من المستقبل ده. طب وإيه علاقة ده بالدوبامين اللي كنت بتقول عليه؟ تعالَ نطبّق نفس التفكير ده على خلايا المُخ بتاعتنا. لمّا أنت تجيب كمية دوبامين كتيرة، تفتح الإزازة كده وتنزّلها على المُخ بتاعك، فالخلايا العصبية المستقبلات بتاعة الدوبامين جالها كمية دوبامين كبيرة جدًا، جدًا، جدًا مرّة واحدة، فالخلايا بتاعة مُخّك تعمل إيه؟ تقول الله! أنا مش متعوّدة على الكمية دي، فتبدأ مع الوقت تقلل من مستقبلات الدوبامين. يعني إيه؟ يعني بعد ما أنت دلقت كمية كبيرة جدًا مخّك المرّة الجاية بدل ما كان بيحس بالكمية الكبيرة دي بإحساس واسع، فهو لمّا لقي كمية كبيرة جاية عليه، راح بدأ يقلل من المستقبلات بتاعة الدوبامين في الخلايا العصبية بتاعة المُخ، عمل down regulation ليه؟ لأن أنت أعطيته كمية كبيرة جدًا مرّة واحدة، فجسمك ماشي كده، تمام؟ فإيه اللي يحصل بقى؟ تيجي تاني يوم تفتح الإزازة تدلقها، الله! ده أنا حسيت بسعادة كبيرة، بس مش زي امبارح، ليه مش زي امبارح؟ لأن مخّك قلل شوية من المستقبلات اللي بتحس من الدوبامين. أنتم فاهمين يا جماعة الميكانيزم ماشي إزاي؟ فأنت رغم إنك فتحت الإزازة ودلقت نفس الكمية بتاعة الدوبامين اللي أنت دلقتها امبارح، ولكن مخّك المرّة دي ما بقاش يحس بيهم أوي. طب تيجي بعد بُكرة، ده مخّك بدأ يقلل كمان المستقبلات الحسية بتاعة الدوبامين أكتر وأكتر، لأن أنت عمّال تدلق عليه كمية كبيرة. فتيجي تالت يوم تدلق نفس الكمية اللي حسستك بسعادة غامرة أول يوم، فتلاقي إن المرّة التالتة لأ والله إيه ده! ده أنت مش حاسس بنفس السعادة، رغم إنك استخدمت نفس الطريقة اللي أنت دلقت بيها أو دلقت بيها نفس كمية الدوبامين. إيه ده؟ إيه اللي بيحصل ده؟ إزاي أنا ما حسيتش بنفس السعادة زي كل مرّة؟ لأن اللي حصل في دماغك حاجة بيقولوا عليها يا جماعة في الطب desensitization. يعني إيه desensitization؟ يعني إزالة الحساسية، يعني مخّك ما بقاش sensitized ما بقاش متحسس للدوبامين، ليه؟ لأن أنت بتدّي له كمية أكبر من الكمية اللي المفروض يستقبلها طبيعي، لو أنت بتدّي له كمية طبيعية فخلاص هو هيتعامل طبيعي، مش هيضطر يقلل والّا يزوّد من المستقبلات بتاعة الدوبامين في الدماغ، لكن لمّا أنت تدّي له كمية أكبر من الطبيعي مرّة و2 و3 و10 فالمخ بتاعك يُرهق، فيبدأ يقلل من المستقبلات بتاعة الدوبامين، فمع الوقت لمّا تدّي له نفس الكمية اللي كانت بتحسسك بسعادة كبيرة، لأ ما هتبقاش ما ت مش هتحس بالسعادة دي بعدين، ليه؟ لأن المستقبلات دي بدأت تقل مع الوقت، لأن أنت بتدّيها كمية كبيرة جدًا، فاهمين الفكرة؟ طب السؤال اللي بيطرح نفسه، هو إيه الحاجة اللي بتفتح كده الإزازة بتاعة الدوبامين وتغرّق مخي بالدوبامين؟ اللي بيعمل كده حاجات كتير، منها
البورن او الافلام الاباحيه. الافلام الاباحيه من ضمن، او مش من ضمن، هي يمكن من اوائل الحاجات اللي بتعمل حاجه اسمها دوبامين ديلوج، او انها بتعمل يعني غمران دوباميني. يعني ممكن يغمر بالدوبامين، تمام، اللي هو يتملي دوبامين، تمام. فمع الوقت يعني الناس اللي عدت بالكلام ده هي فاهمانه قوي، اللي هي عندها بورن ادكشن او ادمان يعني اباحيه، عافانا الله وعافاكم جميعا، تمام. الناس يعني اللي عدت بالحاجات دي هتفهمني، اللي هو ايه بقى، اللي هو انت مع الوقت ما بقتش تحس بنفس المتعه اللي انت كنت بتاخدها زمان. وده اللي بيقول لك مع الوقت انت لا، ده هيعمل لك مشاكل في العلاقه الزوجيه فيما بعد، تمام. ليه؟ لان الدوبامين انت ما بقتش تحس بالمتعه، اللي هو المفروض ان اصلا ربنا خلق لك كميه دوبامين قد كده مثلا بيطلع من العلاقه الزوجيه، لا انت بتاخد كميه قد كده او ضعف دي مرتين ثلاثه من الافلام الاباحيه، تمام. ومش بس كده، ده هو مع الوقت اصلا مخك ما بقاش يتحسس منهم، من الكميه دي كلها مخك ما بقاش يتحسس، فانت محتاج كميه اكبر، فتبدا تدور على حاجات مختلفه وحاجات شاذه وحاجات غريبه. وده اللي بيخلق مع الوقت اللي هو الميول الغريبه واللي بيقولوا عليها فتيشات وحاجات من كده يعني، تمام. فالمهم فمخك خلاص ما بقاش يتحسس. طب ايه الحاجات اللي بتعمل كده تاني؟ الحشيش، السجاير، تمام، المخدرات، الكوكين، الترامادول، المخدرات عموما. مخدرات مش مخدرات، مخدرات اسم مفعول صح كده، مخدرات يعني سيدات متخدرة. يعني لو في واحدة مخدرة في العمليات، واحدة مخدرة، فهم الستات دول اسمهم مخدرات. لكن الحاجة اللي بتخدر الإنسان اسمها مخدرات، مش مخدرات، تمام. ودي برضو غلط شائع، الناس يقول ايه ده الواد ده بياخد مخدرات. لا هي مش يعني هي الحاجه دي مش مخدره، ده الحاجه دي بتخدر، فاسمها مخدرات مش مخدرات، تمام. المخدرات دول اللي هم يعني ستات متخدره، يعني ده اسم مفعول وقع عليهم فعل التخدير. لكن الحاجه اللي بتخدر اللي هو الحشيش الكوكايين اسمها مخدرات، تمام. المهم، اسف لو بدايجرس عن الموضوع يعني. فنرجع للكلام اللي كنا بنقول عليه، ان يا جماعه الحاجات اللي هي بتستهلك او بتعمل اغمرار للدوبامين في مخك فجاه حاجات كتير جدا. منها انك تقعد ساعات كتير جيمنج مثلا، تقعد 5 6 ساعات، ولا تقعد اليوم كله عمال تلعب بيس ولا عمال تلعب فيفا ولا حاجه. حاجات زي الاباحيه. عارف ايه كمان نسيت اقولها، دي حاجه مهمه جدا، السكر. ايه؟ السكر، والله السكر. السكر الاوفر اللي هو الحلويات، اللي هو الهبه، اللي هي اي حاجه من بلبن، تمام. عشان كده يا جماعه يعني تمام، لو حد كان بيتفرج مثلا على صفحه واعي مثلا ولا حاجه، اللي هم كانوا صفحه مهتمه للتخلص من العاده السريه والحاجات دي، كان يقعد ينزل منشورات الناس تضحك عليها، لكن هي فعلا علميا حقيقه. يقول لك اللي هو مش عارف في علاقه ما بين بلبن وما بين ادمانك للاباحيه. ده فعلا في علاقه. ليه؟ لان بلبن مثلا بيديك كميه دوبامين عاليه، تمام. فانت كميه الدوبامين دي مش هتقدر تاخدها كل شويه من بلبن، مش كل 5 دقائق هتروح تشتري حاجه من بلبن، مش كل شويه هتروح تشتري هبه، تمام. لا، فانت تحاول تدور على مصدر تاني يديك نفس كميه الدوبامين دي بطريقه سهله، اباحيه مثلا. انتوا فاهمين يا جماعه العلاقه؟ العاده السريه مثلا، تمام. انتوا عارفين ان مش دي المصيبه بس، المصيبه ان مع الوقت قدره انتاج مخك اصلا على الدوبامين بتقل. يعني مش بس الخلايا العصبيه ما بقتش تحس بكميه الدوبامين اللي انت كنت بتديها لها، لانها قللت الحساسيه، حصلت حاجه اسمها دي سنسيتيزيشن زي ما قلنا. ولكن ده كمان الكميه اللي اصلا مخك كان بيكونها بدات تقل. مش بس انت بتحط دوبامين كتير بس مش حاسس بيه، ده الكميه كمان بدات تقل، تمام. بيحصل حاجه اسمها دوبامين ستورج ديبليشن، او يعني استنزاف لمخازن الدوبامين في الدماغ، تمام. وبالمناسبه هقول لكم معلومه كده على الطاير يعني، تمام. انت تعرف ان في امراض كتيره في المخ والاعصاب ليها علاقه بالدوبامين؟ اشهرهم مرض اسمه الباركنسونيزم او الشلل الرعاشي، ده له علاقه باستنزاف الدوبامين. اقسم بالله ما بهزر، الدوبامين وليه علاقه. يعني هو اصلا المرض ده عباره عن ان في مشكله في الدوبامين في منطقه اسمها سبستانشيا نايجرا موجوده في الدماغ، تمام. فانت تخيل ان الباركنسونيزم له علاقه بان الدوبامين بيستهلك من الدماغ. طب تخيل ان في مرض، يعني ان امراض زي مرض اسمه الكوريا، او مرض اللي هو شلل الرقص اسمه كده، لان الانسان بيقعد يعمل حاجات كده كانه بيرقص، اسمه الكوريا، ليه علاقه بالدوبامين. طب تخيل ان مرض الاي دي اتش دي اللي هو اللي هو تشتت الانتباه وفرط الحركه، ليه علاقه بالدوبامين. اقسم بالله ما بهزر، ابحث ورايا لو مش مصدق.
يعني أنا باقول لك يعني وقّف الفيديو روح ابحث ورايا تمام، لو لقيت حاجة غلط تعالَ يا عم قُل لي في التعليقات وأنا يعني هاتقبّل نصيحتك وهاعدّل من المعلومة الغلط اللي عندي. فالمهم في أمراض كتير جدًا والله ممكن أقعد أذكر لك أمراض كتير بقى في الطب يعني ولكن دول أشهرهم يعني تمام، فالمهم نرجع للحديث بتاعنا، أنت فاكر الإزازة دي أصلًا ليه ربنا خلقها؟ اللي هو كمية الدوبامين، ده ربنا أصلًا كان خالقها عشان تبحث عن الأكل بتاعك، عشان تسعى، عشان تدوّر على حاجة تجيب بيها قوت يومك، عشان خلق الشوية دول عشان تروح تشتغل بيهم، شوية تاني عشان تحس بمتعة الحياة. يعني إيه متعة الحياة؟ يعني تحس مثلًا إن أنت مثلًا لو شُفت الشمس بتاعة ربنا تمام، فالشمس دي المفروض إنها بتحسسك يعني بتطلّع شوية دوبامين، أنت تعرف ده؟ يعني لمّا أنت كده تصحى تستيقظ الصبح يعني وتروح تشوف كده الشمس، فالشمس دي نفسها بتحسسك كده بتخرّج شوية دوبامين. طب إيه العلاقة؟ لأن الجسم مُخ الإنسان مُهيأ إنك لمّا تشوف الشمس فالدوبامين يُفرز عشان تروح تسعى وتشتغل، لأن مُخّك بيفهم إن ده النهار، فمُخّك بيدّيك دفعة اللي هو قوم اشتغل وقوم اعمل الحاجة أنتم فاهمين العلاقة؟ تمام، شوية تاني عشان تحس بمتعة الحياة مع أهلك، مع أخواتك، مع زوجتك، مع جوزِك، فتخيل أنت بتستهلك الكمية دي كلّها في موضع غير موضعها، طب أنت عاوز تحس بمتعة الحياة إزاي؟ شوف أنت بتستهلك الدوبامين في إيه؟ طب إيه رأيك لو أنا بدل ما أمسك الإزازة دي كلّها وأغرّق بيها مُخّي، ده أنا هامسك شوية أخلّيهم شوية دوبامين هاستهلكهم في إن أنا أتشجّع وأقوم أذاكر، شوية تاني هاستهلكهم إن أنا لمّا أروح أقرا كتاب فأحس بإنجاز، فاستهلكت شوية صغيّرين، فهل الدوبامين اللي بيطلع مثلًا من قراءة كتاب زي الدوبامين اللي بيطلع من السوشيال ميديا؟ لأ طبعًا، أقل، الدوبامين اللي بيطلع من الكتاب أيوه طبعًا أقل، ما هو السوشيال ميديا بيدّيك دوبامين أكتر، عشان كده مثلًا الناس بتحب السوشيال ميديا، يعني هل أنت شُفت مثلًا كام واحد ماسك الفون وكام واحد بيقرأ؟ صح كده؟ لأن بيكونوا عاوزين حاجة اسمها الدوبامين الرخيص، الدوبامين السيء، سيء الجودة الlow quality تمام؟ لكن الgym بيدّيك دوبامين، لكن دوبامين قليل شوية، ليه؟ شوية صغيرين قد كده، يحسّسوك بمتعة ويحسّسوك بإنجاز، ولكن أكيد مش زي الدوبامين اللي هتحسّه مثلًا من الإباحية، أنتم فاهمين الفرق؟ طب وإيه الفايدة؟ طب ما هو ده بيدّيني دوبامين قليل، يا عم ما هو ربنا خلق المُخ كده. ما هو المُخ بتاعنا خُلِق بالشكل ده، إنه يحس بدوبامين قليل على فترات قليلة، شوية دوبامين من الgym، شوية دوبامين من إنجاز بسيط عملته، شوية دوبامين من إنك تطلع تتمشى، شوية دوبامين من إنك تقعد مع أهلك تهزر وتضحك، شوية دوبامين من إنك تذاكر، شوية دوبامين وهكذا، لحد ما تنام فيكون الدوبامين على مدار اليوم استُهلك في الشوية، شوية، 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 وهكذا، والشوية الصغيرين دول ولا هيأثّروا على المُخ. ولا هيعملوا حاجة اللي هي اسمها الdesensitization اللي قُلنا عليها، لأن دول شوية صغيّرين بيطلعوا وبالراحة، مش بتغرّق الدوبامين مرّة واحدة، تغرّق الدوبامين مرّة واحدة، تمسك سيجارة فتغرّق الدوبامين مرّة واحدة بكمية دوبامين عالية، فمُخّك يحصل له desensitization مع الوقت، ويكون وقتها مُخّك مُعتمد إنه ياخد مصدر سعادته من الحاجات اللي بتغرّقه بكمية عالية، وأنت ما تعرفش إن الحاجة دي أصلًا هي اللي بتأثّر عليك. وهي الحاجة دي اللي هي مخلّيك أصلًا مش حاسس بالسعادة زي ما أنت كنت حاسس زمان، يعني ما بتسألش نَفْسك ليه مثلًا وإحنا أطفال كانت الحياة حلوة، صح كده؟ يعني أكيد كلّكم سألتوا يعني يقول إيه ده والله ده أنا لمّا كنت طفل كانت الحياة وردي، ليه؟ هل وأنت طفل كنت تعرف حاجة عن الإباحية؟ طب هل وأنت طفل كنت تعرف حاجة عن الدخان والسجاير؟ طب هل وأنت كنت طفل كنت تعرف حاجة عن السوشيال ميديا كنت بتمسك فون؟ لأ، فكان الدوبامين اللي بيطلع كان هو اللي بيطلع في الحياة. في الحياة بتاعتنا، كان بيطلع مثلًا لمّا مثلًا والدتك والّا حاجة تروح تعمل مثلًا بسكوت في الفرن فتفرح، الله! كان يطلع مثلًا لمّا تروح مثلًا تزور جدتك والّا حاجة الله يرحمها يعني لو توفت والّا حاجة فتفرح، كان يطلع مثلًا لمّا تروح المدرسة وتلعب ماتش كورة مع أصحابك فتفرح، فالحياة حلوة، فأنت المُخ كده حاسس بشوية الدوبامين الصغير، شوية الدوبامين الصغيرين اللي بيطلعوا في مهام الحياة الطبيعية. كان بيطلعوا مثلًا بتتفرّج على كرتون والّا حاجة كده نُص ساعة فتفرح، فالحياة حلوة، فأنت حاسس الدوبامين اللي بيطلع اللي هو بيحسّسك بالسعادة وإنّك تدفع لقدّام عشان وعاوز تعيش وتجرّب حاجات جديدة، كان بيخرج في حاجات في موضعها، مش ما كانش بيخرج بكميات كبيرة، كميات هائلة وفي فترة قليّلة في العبث اللي إحنا بنعمله دلوقتي، في السوشيال ميديا، في التيك توك، في الإباحية، مش عارف في إيه، تمام، فهو طبيعي أنت وقتها ما هتحس كده بانعدام شغف، هتحس بانعدام طاقة، هتحس إيه القرف اللي باعمله ده، هو أنا ليه ما عنديش طاقة، أنا burn out أنا مش عارف إيه، أنا مش فاهمين يا جماعة؟ طب السؤال ماشي يا عم أنت خلاص فهّمتنا المشكلة وقُلت إن بيحصل كذا وكذا وأنا اقتنعت بكلامك، وفهمت عاوز تقول إيه، طيب إيه الحل؟ يا جماعة يعني في مقولة بتقول معرفتك بالمشكلة
هي نصف الحل. يعني ما أنت خلاص عرفت المشكلة فين. ما هو حضرتك عرفت المشكلة، تمام؟ يعني أنت عرفت ما هو شوف أنت إيه الحاجات اللي بتستهلك دوبامين عالي في دماغك كل يوم ودوّر عليها، واقطعها، وبطّلها تدريجيًا. أي نعم لمّا تبدأ تبطّلها هتحس بأعراض انسحاب، زي كإنّك مدمن بالضبط جرّب كده تبطّل السوشيال ميديا لمدة كام يوم، هتحس بأعراض انسحاب، عايز الفون، فاهم؟ جرّب طَب تبطّل إباحية كده لمدة أسبوعين 3 والّا حاجة، هتحس بأعراض انسحاب والّا العادة السرية لو أنت كنت مدمن يعني. جرّب تبطّل أي حاجة بتدّيك جرّب تبطّل السجاير هتحس بأعراض انسحاب، أعراض إدمان. أيوه، لإن كُلّه بيشتغل بنفس الميكانيزم. يعني ما تفكّرش مثلًا إن الإباحية حاجة مثلًا والكوكايين مثلًا والّا الترامادول والّا الأيس والّا الحاجات دي كلّها حاجة تانية. كلّهم بيشتغلوا بميكانيزم أو بنفس الميكانيزم يعني باختلاف طبعًا حاجات تانية، ولكن كلّهم في الأول والآخر بيستغلّوا الدوبامين centers اللي في دماغك، بيستغلّوا reward center، تمام؟ فشوف يا عم إيه الحاجة اللي أنت بطّلها. طب ما هو صعب أبطّل الحاجة دي، طب ما هو فعلًا صعب، عشان كده الموضوع محتاج إرادة. ما هو أنت معلش مش هتاخد دوبامين كده عمّال على بطّال وتخلّص المخازن بتاعة مُخّك والخلايا العصبية بتاعة مُخّك تبوظ، وعاوزها في يوم وليلة تكوّن لك ترجع تكوّن مستقبلات دوبامين جديدة، بدل اللي أنت بوّظتها قبل كده بسبب كمية الدوبامين الكتيرة اللي أنت كنت عمّال تطلّعها، تمام؟ ما هو أكيد الموضوع مش بالساهل. وبالتالي الحل يا جماعة في الموضوع هو حاجة اسمها الدوبامين detox أو صيام الدوبامين. طب إيه صيام الدوبامين ده؟ مش حابب أخلّي الفيديو طويل، لإن لو فتحت في موضوع صيام الدوبامين ده هيكون محتاج فيديو تاني. فلو لقيت في إقبال على الفيديو ده، لقيت الناس عملت لايك، عملتوا سبسكرايب، شغّلتوا زر الجرس أهم حاجة عشان الفيديوهات تبقى توصل لكم، شيّرتوا الفيديوهات سواء على الفيس، على تيك توك، على واتساب، على الإنستجرام، تمام، أي منصة أنت بتشيّر فيديوهات مع زمايلك، يعني لو شايف إن الفيديو مفيد، فدي حاجة تفرّحنا وتشجّعنا وتدّينا دوبامين إن إحنا نكمّل، تمام؟ يعني اللي أنت هتعملوه ده هيدّينا دوبامين إن يpush إن إحنا نكمّل في الحاجة دي. فعلًا الحاجة دي مفيدة للناس. تمام؟ بس يعني فإن شاء الله الفيديو يكون عجبكم وأفادكم وبدأتوا تستيقظوا شوية. وأرشّح لكم كتاب لو أنتم بتحبوا قراءة الكتب في الكلام ده اسمه دوبامين نيشن أو أمة الدوبامين. دوبامين نيشن أو أمة الدوبامين، تمام؟ لو أنتم حابين تقرأوا أكتر عن الموضوع ده. شكرًا لحضرتك اتفرجت لحد هنا، ما تنساش تعمل لايك وتقول لنا رأيك تحت في التعليقات وتشغّل زر الجرس. كان معاكم أخوكم إسلام حمادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.